شاب جاي من الغرب فاتح نص العالم وماشي بخطوات واثقة جدا ناحية أرض مصر. لكن اللي استقبله في مصر ما كانتش لا سيوف ولا مقاومة، لأن اللي استقبلوه في مصر استقبلوه استقبال الملوك. بعد انتصاره في معركة إسوس، الإسكندر ما اكتفاش وتحرك جنوبا ناحية مصر سنة 332 قبل الميلاد. مصر اللي كانت وقتها تحت حكم الفرس، لكن المصريين كانوا تعبانين من ظلم الفرس ليهم، وعشان كده استقبلوا الإسكندر كمنقذ ليهم مش مجرد غازي. دخل مصر من بوابة اسمها بلوزيوم وفضل ماشي ناحية العاصمة منت، وهناك أعلن نهاية الحكم الفارسي في مصر. لكن اللحظة الفاصلة كانت لما قرر يأسس مدينة جديدة، مدينة هتحمل اسمه وتكون همزة الوصل بين الشرق والغرب، وطبعا احنا بنتكلم عن اسكندرية. اختار موقعها بنفسه عند البحر المتوسط ورسم على الرمال حدودها، وقال إنها هتكون مدينة النور والعلم، واللي فعلا بعد قرون هتكون من أعظم مدن العالم القديم. لكن الإسكندر برضه ما اكتفاش بالفتح، وكان بيدور على معنى أعمق. في لحظة غريبة من الغموض قرر الإسكندر إنه يروح واحد سيوة في عمق الصحراء الغربية عشان يزور معبد أمون، الإله اللي كان المصريين بيعبدوه كرمز للحكمة والخلق. رحلته لسيوة كانت رحلة شاقة، قطع فيها الصحراء وسط العواصف والعطش، لكن لما وصل استقبلوه الكهنة كأنه رسول مقدس، وقالوا له انت ابن الإله أمون. الكلمات دي قلبت نظرته لنفسه، ومن بعدها بدأ يؤمن فعلا انه له قدر إلهي، وانه مش مجرد ملك لكنه قائد أرسله القدر ليحكم العالم كله. رجع من مصر والبريق في عينه أكبر من أي وقت قبل كده، ورجع للشرق لأنه كان عارف إن المواجهة الحقيقية لسه جاية، المعركة اللي هتحسم الصراع بينه وبين داريوس الثالث نهائيا، معركة هتكتب نهاية إمبراطورية الفرس وتبدأ عهد جديد للعالم كله. انتظرونا في الجزء الرابع والأخير من قصة الإسكندر الأكبر.